سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقسم معكم واحد الكيكه بالكركاع كتجي طالعه هشيشه بنينه البنات، صراحه كتجي ولا اروع. غادي ندوزو المقادير. عندنا 4 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، عندنا كاس الا ربع ديال السكر، عندنا قبصه ديال الملحه، عندنا 2 شاصيات ديال الفاني. غادي نطلعوا مزيان البيض مع السكر والفانيل حتى يتكاتف لينا ويتبدل اللون ديال البيض. بقاو عندنا كاس الا ربع ديال الزيت، بقاو نضيفوه فيه شويه شويه على مراحل وحنايا كنطلعوا في البيض. عندنا كاس الا ربع ديال الحليب، غادي نزيدوا عليها معلقه ديال الخل. هذا هو السر ديال الكيك من كيكون طالع البنات طبيعي. غادي نخلطو غير بشويه باش نحتفظوا على الهواء اللي ديجا دخلناه في البيض. غنبقاو نزيدو في الدقيق شويه شويه. هاد الكيكه البنات خاص القوام ديالها يجي شويه ثقيل. عندنا 2 ديال خمارات الحلوى هكا، خاص القوام ديال الكيكه يكون ثقيل. هذا هو القوام ديالها. غادي نزيدو عليها كاس الا ربع ديال الحليب اللي درنا فيه الخل. غادي نخلطو الحليب مزيان. غادي نزيدو عندنا كاس ديال الكركاع، هرمشتو وفنت شويه ديال الطحين باش يبقى لنا الفوق وما ينزلش لتحت. الفران راه ديجا سخنتو، دابا غادي نديروه في البلاطو اللي غادي ندخلوه للفران. ما تنساونيش البنات بالبارطاج ولي لايك ومتابعه والاشتراك في قناتي باش يوصلكم كل جديد. شجعوني باش نزيد معكم ان شاء الله القدام. من بعد ما خرجتها من الفران زينتها باللوز ايفيلي وشويه ديال الكراميل، كان ديجا عندي اختياري. كتجي واحد الكيكه البنات روعه.